أسعد الله أوقاتكم بكل الحب أهل اليوتيوب، يوتيوبيا، يوتيوب روبر، يوتيوب نونو. هاي بريشرز، ازيكم عاملين ايه؟ أنا سعيدة جدا إني قدرت أنزل، لأن أنا نازلة رايحة لأنتي النهاردة، نازلة لها مخصوص. الله أكبر الله أكبر. ابني امبارح ريحني من مشوار إن أنا أروح عند مركز الصيانة وأصلح في العربية، فالحمد لله عملها. بس طبعا دفعنا قد كده، وطبعا كان واخد الفيزا بتاعتي مش هيدفع هو. اوكي، ف شكرا لابني ومش شكرا لجيبي، يعني بجد. يعني امبارح داخلين في 8000 جنيه ولسه العربيه محتاجه تغير قربه. القربه بكام يا عم؟ هي لسه مش عندي دلوقتي. ايوه بس بكام؟ يعني في حدود مش عارف لسه، يعني 100000 جنيه. ما انا خلاص اي رقم بقى خزعبلي. فقال لي لا 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 يا فندم مش للدرجه دي، يعني 4.5 5. قلت له عاديه، يعني الالافات النهارده يا جماعه احنا بنتكلم عليها زي ال 10 جنيه، بقى عادي جدا يعني. وماذا اقول؟ ماذا اقول؟ طبعا انتوا عرفتوا انا دلوقتي طبعا رايحه لانتي يعني. انا ما طلعتش الموبايل التاني عشان اكلمها لما اوصل. وحشتني بقالي كتير جدا ما شفتهاش طبعا. ايه ده هيبنوا هنا؟ ايه يا لهوي، ده شكله كومباوند جامد هنا برضو. يا نهار ابيض. اخ، وطلعت مصطفى وبتاع. يا جماعه طلعت مصطفى الاستوديو عنده بيبتدي، اللي هو هنا في التجمع اهو. الاستوديو عنده بيبتدي ب 3 مليون ونص استوديو. يعني مش فاهم انا النهارده لما يكون معايا 3 مليون ونص دول هيكونوا حيلتي واروح اشتري بيهم شقه؟ مستحيل. اكيد اللي هيشتري استوديو هيشتريه عشان يروح يتفسح فيه، يستجم، يفصل عن المدام شويه، لانه اكيد هيبقى معاه ملايين كتير. اللي يقدر يجيب 3 مليون ونص ويدفعهم في شقه اكيد معاه ملايين كتير. طيب ربنا يا رب يزيد لكل الناس ويدي لكل الناس. بس فعلا السكن النهارده بقى صعب. الله يكون في عون الشباب اللي هيتجوز وبيتجوز. طبعا انتوا عارفين بقى يا بنات ان انا دخلت التيك توك، واستاذتكم بقت تيك توكر. لسه انا تيك توكايه صغننايه لسه بنستكشف وبنشوف الدنيا ازاي. بعمل فيديوهات قصيره. هحاول النهارده عملت يعني قبل ما اصور الحته دي عملت لكم حاجه لطيفه. بس الاول قبل ما نكمل مشوارنا مع بعض انا عاوز ادخل معاكم على اكله عملتها امبارح جميله قوي، اللي هي كبسه السعودي بس بطريقه الاستاذه. اوكي، يلا يا بنات اشتركوا هناك عندي على التيك توك بنفس اسم القناه دي، سوبر ستار لاكونتيس، لانه هتلاقوا لاكونتيسا ده واحد تاني فرعي. عايزين تشتركوا فيه اشتركوا، بس انا اهم حاجه عندي سوبر ستار لاكونتيس. اوكي، واللي مش عارف يلاقي اللينك انا ممكن احطه لكم على ال الكوميونتي. اوكي، حاسه انها اعاني هناك شويه، لكن ان شاء الله خير يا رب، خير ان شاء الله خير، وانا متفائله خير الحقيقه. عاوز اقول لكم انه ما شاء الله ولا قوه الا بالله العربيه اتظبطت كتير، بس في حاجه كده، في حاجات لسه بس يعني بصراحه العربيات دي ميزانيه لوحدها، مش عارفه اقول لكم ايه الحقيقه. بس برضو انا بسكن في مناطق ما ينفعش فيها غير عربيه، والله ولا غير كده. انا متعوده من صغري اركب عربيات، فانا مش عارفه يعني ايه اللي هيتغير. انا من صغري متعوده اركب عربيات، فمش عارف يعني، سواء بقى كنت في الحضر او في الصحراء اتعودت. فيلا بينا نروح نشوف الاكله وارجع لكم تاني. ويا بناويت، بعد ما عملنا المقدمة الرائعة دي عاوز اقول لكم بقى هنا ايه، ان احنا هنبتدي نعمل طبختنا مع بعض، الكبسة الجميلة. وانا طبعا بحط اضافاتي انتوا فاهمين، لان الكبسة ممكن يكون لها حاجات تانية بيحط لها توابل كبسة ومش عارف ايه. انا حطيت حاجات شبيهة لكن مش بالظبط. وطبعا زودت على الرز البسمتي بسلة. يعني المهم دي خضرة عبارة عن بقدونس ونعناع فريش، وطبعا زي ما وريتكم كده النعناع الفريش المزرع المورور ده. وشربت كوباية شاي ايه جامدة بالنعناع الفريش. هبتدي اضرب كل حاجة، البصل والطماطم والنعناع. نعناع ما تنسوش اللايكات عشان النعناع.
و8 فصوص توم كبار. و وهنا بقى خلاص انا ضربت كل الكلام ده، خلاص بقى مش هجيبه تاني. اخدت منه جزء للدقوس وجزء هسوي فيه الفراخ، وبعد كده طبعا ومنه الرز البسمتي. هنا حطيت سمنه وشويه زيت زيتون، وحدي للفراخ الاول بتاعتي صدمه. انا هصدمها اما وريتها. طيب هديها الفراخ الاول صدمه. وانا مش عارفه ليه يا بنات بتبسط قوي في الفيديوهات، ما مش عارفه يعني، فيديوهات مش عارفه ليه بتبسط في الفيديوهات. فراخي طبعا قشطه قشطه قشطه، اتغسلت بالليمون والملح وسبتها منقوعه في الليمون بقشر الليمون كمان فتره. شلت من الفرخه اكتر العظم علشان ابني بيقرف منه، وفعلا العظم بيدي شويه زفاره، فشلت العظم اللي بيدي شويه الزفاره، اللي في حته كده موجوده في الورك. ايوه اللي قدام دي، ايوه اللي قدام دي انا شلتها. فمفيش غير عظمه الورك اللي هو العظمتين بس. اما العظمه اللي بيبقى فيها زي الكبده كده وبتاع شلتها كلها، عشان دي بتسبب زفاره. طبعا بعد ما اديت الفراخ صدمه، انا قلت اعمل لكم الاكله بصوا في السريع عشان ما تزهقوش، لان لسه الفيديو هقول فيه كلام كتير. في جزء عملت منه الدقوس، وده الجزء التاني اللي هو ضرب الطماطم مع التوم مع فلفل رومي، عشان نسيت اقول لكم، مع التوم فلفل رومي ده بالنسبه للدقوس وللخلطه دي كمان. وصلصه اهي زي ما انتم شايفين، يبقى نعناع فريش وبقدونس، طماطم، فلفل رومي، بصل، توم، والصلصه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى انا عملتها كده، وبعدين هحط عليها شويه توابل. البصل اهو شفتوا بقى، والدقوس برضو عملته بالبصل طلع حلو، وخليته ياخد غلوتين على النار الدقوس، وبعد كده برد بقى تحفه. خلطة ده هو خلطة ده، لان اصل ده هيتحط على الرز برضو الدقوس وكده. بس ده طبعا الفرق ان الدقوس بيبقى مركز، وده بيبقى خلاص بقى خف شويه، الفراخ اخدت منه شويه والرز اخد منه كتير، فانما التاني الدقوس مركز بقى. حطيت عليه البصل، وهحط شويه توابلي. فيا بنات انا مش عارفه، انا بقيت احب الفيديوهات اكتر، مش فاهمه ايه السبب يعني. الفيديوهات اكتر من اللايفات بتبقى احلى كتير. اديكوا شايفين بنبقى قاعدين وابص الاقي شويه الرعاع اللي ممكن يدخلوا. طبعا الموضوع خلاص انا اعتدت عليه، انا ما بشتكيش طبعا. انا اعتدت على الموضوع الاهطل ده، لان الاشكال القذره دي بقت ماليه كل السوشيال ميديا. يعني انا بلاقي مثلا الناس اللي حتى لو ما عجبونيش، اللي يقول لك انا سمكه، واللي يقول لك انا بطه، واللي يقول لك انا وزه، واللي يعملوا حركات عيب ما يصحش، واللي والشحاته والكلام ده كله. عمري ما دخلت سبت كومنت لحد قلت لهم يا شحاتين، يلي فيكو، يلي او مثلا يا مطبلطيه، يا مزمرطيه، عيب عيب، خلي عندكم دم. انا ادخل اقتحم الناس، وفي الاخر لما اجي اتهان ازعل؟ ده ايه قله الادب دي؟ ده ايه الجبروت ده كله؟ ده ايه اللذاجه وقله الدم دي وقله الاحساس؟ فطبعا يعني ماشي ما علينا. طبعا انا توابلي كانت عباره عن بابريكا، فلفل اسود، ملح، انا بقول لكم من الذاكره بس، شويه جنزبيل مطحون باودر. وطبعا بقى مش هحط لا توم ولا بصل باودر، انا حاطه اصلا فريش، وشويه شطه صغيرين، وحطيت شويه حبهان مطحون برضو. وفي الاخر هحط بقى وحدتين لومي كده عشان تدي الطعم المزز الجميل. انا هنا بحط الجنزبيل من الناحيه الضيقه اللي فيها عامله زي الملاحه، لقيتها ما بتنزلش كويس، رحت فاتحه الناحيه التانية اللي فيها اللي هو الناحيه الاوسع عشان تنزل الجنزبيل كويس. وده حبهان ناعم بقى زي ما قلت لكم وكده. فانا شايفه ان اللايف بيبقى الفيديو بيبقى ارشق رشيق قوي، حتى لما بطول فيه بيبقى حلو قوي، واحنا بنكون مبسوطين مع بعض كده، والموضوع لطيف، واعلن عنه قبلها عادي جدا على الكوميونتي، والموضوع ظريف ولطيف. فانا بقى بص تقل الصلصه اللي انا عاملاها تقيله ازاي. طبعا هخففها بميه من الكاتل سخنه، ولكن الاول احط بس الفراخ كده يا سلام يا سلام، تشرب كده شويه. ايوان، انا سبتها كده اخدت غلوه يعني، بس عشان الفراخ ما تبقاش بيضه قوي كده، تاخد من الصلصه دي. وطبعا هتستوي فيها، انا هسويها فيها طبعا. فالموضوع بجد طلع ناجح وجميل بشكل غير طبيعي.
انا بص، انا عملت حاجات شبيهه قبل كده، ولكن كل مره انا ما ببقاش فاكره انا عملت ايه المره اللي قبلها، فبالف. ودايما لما بالف بتطلع حاجه ناجحه جدا وحاجه كويسه جدا. ببقى قد ايه فخوره بنفسي. طبعا زي ما قلت لكم اديتها كام غلوه كده اهي، وايه، ورحت شايلها. زودت الميه. ايوه اهو، ميه مغليه من الكتل. واسوي بقى الفراخ فيها، هتبقى حاجه لطيفه جدا. وبون ابيتي على قلبنا وعلى قلوبكم لو حبيتوا تعملوا نفس الفكره. انتوا عارفين زي ما قلت لكم الدنيا بتبقى حر، ده اللومي. الدنيا بتبقى حر وانا ببقى مش قادره والله، وتعبت برضو في الاكله دي لان تجهيزها كتير. اوكي. والفراخ بقى، انا ما كانش عندي فراخ بحالها، انتوا عارفين ابني ما بيحبهاش، بس انا ساعات احب ادبسه لان نفسي بتروح لها. رحت مكلمه الفرارجي او شويه الملح، وقلت له فضلا تجيب لي الفرخه متقطعه 4 ما اشوفش راس الفرخه نهائي، لان انا بقرف فعلا، مش بقرف، ما اعرفش، ما بحبش اشوف راس طايره كده يعني، ما اعرفش. انا قلبي رهيف، رهيف جدا، من النوع الرهيف يعني. انا قلبي من النوع الجيد، تحسوه رهيف. فما قلت له مش عايز اشوف راس الفرخه، ممكن؟ قال لي طبعا يا فندم. قلت له ماشي، هات لي الفرخه كامله بس قطعها لي 4 ارباع. حلو قوي، 4 ارباع. الناس بتقول بقى ايه، التانيين دول بيقولوا ايه، 4 تربع. تربع ازاي؟ مش عارف، هي 4 ارباع. طيب. جبت بقى هنا، ايوه، خرجت بقى الايه، الفراخ الدجاج، حطيته في الصينيه، والصينيه حطيت فيها زيت زيتون. اوكي. وبعدين رصيت الفراخ، اخدت بقى شويه صلصه من بتاعه الدقوس ورحت حطها على وش الفراخ. يا ولد يا ولد. هنا بقى حطيت بسله، وده الجديد في الموضوع، ان الكبسه ما بتتعملش بالبسله، او يمكن حد عملها غيري بالبسله، ما اعرفش، الله اعلم، ما شفتهاش صدقوني. بس انا ده حسيت اني عاوز احط بسله. بص بقى، حطيت شويه من الدقوس على وش الدجاج. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الريحه وعلى التحميره لا 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 لا. والله يا استاذه انت من عالم تاني، من عالم تاني خالص، خالص مالس واكيد بالس. يا ولد يا استاذه، يا ولد. يلا بقى. يا سلام. الرز البسمتي ده انا نقعته حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع في ميه. اوكي. عشان ما ياخدش في التسويه كتير. والحمد لله سوى كويس قوي. انا بقى لازم ايه الدقه دي، لازم بقى بالرزايه، انتوا فاهمين يعني، مش هخلي رزايه، لازم اعصر الطبق بصراحه. يا سلام عليك يا استاذه، يا سلام، ايه الدقه دي، يا طولة بالي. مفيش حد يعمل كده على فكره الا الاستاذه برضو. يا طولة بالي، نفضي نفضي يا اختي، نفضي. يا ولد، يا ولد. ماذا اقول؟ والله، ماذا اقول؟ يا حلاوه يا حلاوه، بص المنظر. والله، ده المنظر طلع يعني مبدع، والطعم طلع هربل فينك يا دكتور اسماعيل تسمع الكلمه دي؟ بس زود شويه ميه صغيرين كده، عشان ايه، انتوا عارفين الرز البسمتي بيشرب ميه كتير. ونغطي عليها، وبعد ما هشيلها واحطها على العين الصغيره والصاجه، او الشياطه، بيسموها الشياطه. فهنشيلها ونحطها على الشياطه، واغطيها بقى بالايه هغطيها واسيبه بقى ايه يتردد براحته. وبعد كده ندخل مع بعض صينيه الفراخ في الفرن. والدقوس كنت خلاص عملته، ما حبيتش بقى اخواتكم ان انا لسه هوريكم الدقوس وانا بحطه على النار ومش عارف ايه، وحطيت عليه شويه صلصه برده عشان يتقل ويحلو وكده، ما يبقاش طماطم بس، عصير طماطم بس. اهي الشياطه. ورحت حاطه ايه، حليتي. يلا حليتي يا حليتي، حليتي، حليتي يا خالتي، حطيتها عشان ما طيب. هند، ما علينا. انا ضربت الفرن بالنار بالمسدس بقلش. وبعدين رحت جايبه، يا سيدي، يا سيدي يا بتاع زمان. ايوه بقى، ايوه بقى، ده الدجاج، ده الدجاج يا بنات. حطيته فاتحه النار من تحت مش من فوق. اوكي. وسبتها بتاع مثلا تلت ساعه. هنا بقى الرز بقلبه لازم ياخد تقليبه، هو ما خلصتوش كده، هو كان لسه في شويه رطوبه من الشوربه بتاعته. طبعا هو معمول بشوربه الدجاج، طبعا واخد كل البهاريز بتاعت الدجاج يعني قلبته زي الفل. وطبعا انا الصلصه بتاعته كنت شلت منها اللومي وشلت منها كل الشوائب.
لكن خليت طبعا الخلطة التقيلة دي. حطوا اللايكات طبعا، أنا بفكركم. وخلاص أكلتنا خلصناها وجهزت. ودي بقى صينية الفراخ بجمالها بحلاوتها ببغنوجها بسلطاتها. ما تنسوش اللايكات، والأكلة سهلة وبسيطة وحلوة قوي برضو في الصيف، خفيفة تاكلوا منها انتوا والأسرة. وبون ابيتي ليكوا للي هيعملوا، بون ابيتي لينا. ونكمل الفيديو بتاعنا لأن لسه هنقول كلام خطير، كلام لطيف، كلام جميل. ويلا بينا، ولايكات لايكات لايكات. يلا، ورجعت لكم يا بنات، ويا رب تكون الأكلة عجبتكم. المهم أم هند ما علينا، أنا مش عارفة بقى، يا رب ألحق النهاردة أعمل لكم مونتاج وأنزله النهاردة. الإيه في أيام رب، النهاردة الاثنين، 2 في الشهر، 2 سبتمبر. لا النهاردة الاثنين، النهاردة الاثنين 2 سبتمبر، 2 سبتمبر، ايوه 2 اكتوبر انا اسفه، 2 اكتوبر. يا جماعه الحقوني كده على طول، ها ابو الحق على طول علشان ابقى فاهم انا بقول ايه. عايزه النهارده انا وانتي نتفسح في مكان ما. والله فكرت اخدها على العين السخنه، نطلع على الجبل، ناكل فتوش، ناكل تبوله، ناكل كبه نيه. لا طبعا كنت بفكر اخدها ونروح ناكل في حلقه السمك فوق. لا نسيب العربيه تحت وناخد التلفريك ونروح نطلع فوق حلقه السمك. بس انا مش عارفه يعني، يا رب تكون مش عارفه العربيه ما فيهاش حاجه تخض يعني. اتمنى هذا، وهي تكون قادره لان هي بتتعب قوي، فانا خاف اخدها ونسافر. انتوا عارفين الحاله عندها صعبه شويه، فمش عارفه اقترح الاقتراح ده ولا لا. هفكر عقبال ما اوصل لها، هشوف حسب حالتها النفسيه، لان هي نفسيا مش حلوه خالص الفتره دي. يعني انا ما بحبش اقرب من حد نفسيته وحشه علشان ما اخدش طاقه سلبيه، وفي نفس الوقت مش هقدر اعمل له حاجه، لان الشخص هو اللي بايده دواء، وهو اللي بايده نفسيته يصلحها او لا. ما بيستناش من حد يصلح له نفسيته. اوكي، بس انا الحاجه الوحيده اللي بتصلح لي نفسيتي صراحه قوي، رغم ان انا الحمد لله صعب ان نفسيتي تتعب او يجي لي اكتئاب، بس الفلوس يا جماعه، بحب الفلوس قوي بس مش لدرجه ان ابيع مبادئي، او لدرجه ان انا انزل من كرامتي، او لدرجه ان انا وهكذا. طبعا الفلوس حلوه، حد يقول لا على الفلوس؟ بس يلا بقى لايكات فين الدعم يا اولاد؟ والله بقى لكم فتره ما حدش بيدعمني ليه، مش عارف. طب عايزين ناس جدد، يمكن القدام الحمد لله يعني قالوا كفينا، وهم كفوا فعلا. طيب فين الناس الجديده بقى اللي هتدعم؟ ولا تقول التيك توك تدعمه احسن؟ الداعمين في التيك توك بالهبل بالعبيط بس يعني ايه، محتاجه اكبر في القناه بتاعتي هناك. هم بيسموها قناه ولا بيسموها ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انتوا عارفين بقى حسن الرداد انضم للتيك توك ونزل فيديوهات لنفسه وكده، وايمي كمان مراته نزلت على التيك توك. في ممثله قديمه اسمها سهام جلال، هي كده واخده بالها من نفسها والجسم كده ما شاء الله وبتاع، وبتعمل فيديوهات حلوه قوي وبتطلع جولات. ففي واحده بتسالها بتقول لها تنصحيني ان امثل؟ قالت لها انا بالذات ما ينفعش انصحك النصيحه دي. فبتقول لها ليه؟ بتقول لها عشان انا مثلت اهو، عملت ادوار مهمه، ولكن في الاخر قعدت على التيك توك. لو عاوزه في الاخر تقعدي على التيك توك خلاص ماشي. بس وقعدوا يضحكوا كلهم، لانها كانت طالعه هي ووفاء عامر في لبنان بتصور حاجه تقريبا، كانت طالعه هي ووفاء عامر، وكان معاهم اللي هو فادي خفاجه، اللي هو اللي عمل كان عاوز ياخد الترند وطلع لنا عريان ويعمل بمناخيره اصوات ويشتم، وفي الاخر طلع يتاسف. لا هم عاوزين الترند مش اكتر يعني، بس ما يصحش الترند اللي بلا اخلاق ده، ما يصحش. نبتدع ونعمل ترند. انا عن نفسي ما عنديش حاجه اعمل بيها ترند الحقيقه، لان دايما الترند بيكون شيء شاذ، وانا ست اكره التفكير الشاذ او العمل الشاذ او الى اخره. بس كده. فحته ان انا
اخد ترند في يوم من الايام في حياتي مستحيل، مش هاخده ابدا. وده مش فشل مني. انتوا عارفين الترندات دي عبارة عن ايه؟ الفشل بعينه. حد فاشل يطلع يطجن، يعمل كفتة في اوضة النوم، يطلع قلع من فوق ويقعد يشتم ويعمل بمناخيره، يقعدوا يرقصوا بخلاعة، يعملوا يعني اعتقد الترند بقى معروف يعني. انا وانا بصور ابو العيلة البشري كان الله يرحمه ممدوح محمد متولي كان يقول لي ما تتكلمي بصي للكاميرا عشان ما حدش يخطفها منك ولا يسرقها منك. قلت له حضرتك فاهم غلط خالص، انا ما يهمنيش الكلام ده، انا يهمني ان ابان منطقيه وواقعيه، ما بقاش بكلمك وابص للكاميرا. يعني هو طبعا مش بتيجي مباشره، كاني قال ايه، قال اتلفت كده ومش طايقاه، او انتوا فاهمين، اقوم باصه ناحيه الكاميرا عشان وشي يبان. يا سلام، ما وشي بيبان في مشاهد تانية، مش لازم اخد كل اللقطات اللي انا فيها الكاميرا تاخد وشي، خلاص بقى. فانا من النوع اللي ما بحبش اتسلق على اللقطه بطريقه غير منطقيه. يعني انا طبيعتي شخصيه مش متسلقه، ما عنديش حته التسلق دي. برضو ولاد الناس يا جماعه غير شبعانين ومش انتهازيين، وتربوا على الاصول، وتربوا على الشبع، وتربوا على انهم ما يفكروش يستغلوا غيرهم، او عندي سن هنا ملخلخه هتقع، مش مخلياني عارفه اتكلم، معلش يعني لو الكلام طالع مش طب والكلام بيراررم يقول ايه، بيجيب كلام والعزول يعمل حكايه، لا حرام ده الغرام مش عارفه ايه، حس بيا ده انت ليا كل حاجه. لقيت في واحده لقيتها اوكي يعني تمشي الحال لطيفه على التيك توك، عملت لها متابعه وكده، وسبت لها كومنت او هارت على فيديوهاتها عشان اثبت بس ان انا دخلت لها يعني. التيك توك اداني اشعار ان هي دخلت زارت بروفايلي، ولا شفت منها ولا هارت ولا تعليق. اشتغلنا في غيرة الحريم بقى، مع اني حاطه صورتي وانا 57 سنه، عشان ما اديش فرصه لا الراجل يامرز ولا الست تغير. بس هو الغيره لمجرد ان حد بيلاقي حد نظيف، يعني تفهمين، هي شكلها كويس لكن مش كلاسي يعني. ف وضربه لانسز واضح انها فيك قوي من اللون، والناس يقولوا لها انت لابسه لانسز، تقول لهم لا دي عينيا. طبعا لا، احنا هبل والناس مش هبله. وبعدين بقى حكايه اللانسز دي اللي زادت قوي في التيك توك، كله لابس لانسز، حتى الفلاحات اللي في الاقاليم اللي بقوا تيك توكر برضه بيلبسوا لانسز. اوكي، فانا اللانسز عندي خللت، مش طايقه البسها بسبب الموضوع ده. دي تتلبس في مناسبة، تتلبس في نوع من انواع النيو لوك، تغيير، لكن ما اطلعش عشان عايزه اوهم الناس. كل التيك توكر المصريات بقوا عينيهم ملونه، مش شيء غريب شويه؟ كله بقى عينه ملونه. ليه هم الفرنساويين توغلوا للدرجه دي؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. يعني ما علينا. وكل اكترهم يسالوهم دول عينيكوا ازاي؟ كذب لمجرد الكذب، يعني كذب في وشكوا كده، مش عارف. متعبة، الحياة بقت متعبة وسط بشر ما بيحسوش. اي والله، وسط بشر ما بيحسوش. اوف. فطب ايه؟ طب ايوه، طيب، طب قول لي اعمل لك ايه؟ عمال تدلع. طب انا ارجع الشنطه دي ورا، احطها على الارض كده عشان انتي لما تيجي. مش عارفه العربيه عايزه اروح اظبط زوايا ولا اعمل، مش عارفه العربيه عاوزه ايه. العربيه مش مظبوطه. وبعدين بقى طيب
واجيب عصايتي احطها ورا. والله يا بنات انا نزلت عشانها. انا بالنسبه لي ما كنتش هنزل، انا مش راضيه لغايه دلوقتي استعجلهم في المستشفى. البنت ما كلمتنيش ومش راضيه استعجلهم في المستشفى لغايه دلوقتي، علشان خلاص كنت رحت مع صاحبتي الشهر العقاري عشان يكتبوا لها البتاع. قالوا لها مش هيقبلوا في المحكمه الورقه دي الا لما انا اديها مستند اني عملت العمليه. لما لقيت ان ميعاد القضيه قرب قلت لها انا هاجي معاكي خلاص. فهي القضيه يوم الاحد الجاي، فما ينفعش ان انا ادخل العمليات اليومين دول خالص. فالحمد لله هانت، فاضل 6 ايام هم عقبال ما يكلموني بقى ان شاء الله هيكون فات فتره. فانا عارفه ان ممكن ناس تقول ده الاستاذه جامده وصعبه، بقى معقول تضحي وتستنى ده كله تعبانه عشان تروح قضيه صاحبتها؟ لما حد يكون يستاهل انا مستعد اعمل كتير قوي قوي. انا بحب صاحباتي قوي لان هم بجد ليهم مواقف معايا غير طبيعيه. الله يبارك لي في عمرهم. الدنيا كانت هتمشي من غيرهم ازاي ما اعرفش. الله وحده اللي بيحط ناس اسباب لناس. والموضوع مش مادي يا جماعه، الموضوع معنوي، واقفه في الظهر وكانوا سبورت ليا في مواقف كتير قوي. فالحمد لله. ولو اتكلمنا على الشق المادي، انا زي اي حد كنت بتزنق فكانوا بيقفوا جنبي طبعا برد. لكن الست اللي انا رايحه معاها القضيه اشهد لها دي اللي ربتني وعمرها ما رضيت تاخد مني الرد. فعشان كده انا عمري ما كنت بطلب منها حاجه. لو اتزنقت مش منها، بروح اطلب من اللي هيستنوا الرد ان انا ارد الفلوس اللي اخدتها. فانا كنت بعمل كده. فالست دي بالذات جمايلها غير طبيعيه. سبورت كانت ليا طول حياتي من صغري، وهي سبورت ليا حتى في العلاقه الدينيه بيني وبين ربي. هي برضو كانت سبورت ليا، وهي اللي علمتني حاجات كتيره قوي. وهي اللي انا وهي بنقعد نتناقش في الحاجات في الامور الدينيه، ونفضل نبحث وندور لغايه اما نوصل للحقيقه وللشيء المظبوط. وساعات بنختلف انا وهي في الاراء الدينيه، لان انا برضو عندي مخي. قالت لي ما بالظبط كده، انت بتجتهدي وانا بجتهد لان ربنا قال تدبروا، فانت بقى انت وقلبك وانا وقلبي ونشوف يعني. وعموما الحقيقه بالاكتر بتبقى واضحه للحد المتفكر المتدبر. يعني ما ينفعش مثلا انك يا اي حد تروح تكذب او تتبلى او تستعبط على حد شخصيته مفكرة، على حد مثقف. ما ينفعش تعمل كده. ناس بتعدي الشارع وده مكان خطر. فانا استغربت فزمرت لهم، عملت لهم زمور. المكان خطر يا بنات. فربنا ييسر الحال. فما ينفعش ابدا ان حد يكذب او يفتري او يتبلى على شخص مفكر، لانه شكله هيطلع بايخ قوي قصاد الناس انه كذاب وانه مش مظبوط وانه الى اخره. احترسوا من الشخصيات المثقفه المفكره، ما ينفعش تقفوا قدامها، صعب. اما لو شخص مفكر ومثقف هيقف قدامي، اعتقد لو مثقف على حق عمره ما ابدا هيخون ضميره ويتصرف تصرفات مش طبيعيه حيال حد قدامه. هيبقى نفسيا سوي طبيعي. تعرف انك حيوان؟ انتوا حيوانات. فيها على الصبح. الله، انتوا مجانين ولا ايه؟ ده انا مش عارفه امسك حاره مروريه اقف فيها او استمر فيها. ايه الهطل ده؟
اوبس. ايه؟ او ماي جاتش. لا 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 لا، في حاجه مش مظبوطه. الله. ربنا يهدي، ده ايه القرف ده؟ يا راجل يا راجل، قول وربنا. انا قلت لكم يا بنات ان انا لقيت الستاند الحلو اللي بصور لكم منه ده، لقيته في ال في الستاند بتاع العربيه، موجود هنا اللي انا بسند عليه ايدي. فيه هو يعني درج، مش درج، يعني زي باب بيتفتح لفوق كده، بحط فيه حاجات كتير يعني. فابني كان بيقول لي لقيته اتزحلق ومش عارف، رحت حطيته لك هنا. قلت له طب قول لي يا ابني زمر، طب قول لي. يا انتي. الو، انا امشي في الشارع اهو، انا قاعده في البلكونه. طب كويس. خلاص كويس انك فوقتي. يلا انا بالظبط 3 دقايق وهكون عندك. طيب ده مالك اهو. يلا حبيبتي، باي باي. اخ، ربنا يا رب يشفي. الزبادو اهو، هي كان نفسها تاكل مخ، اخدها نتغدى مخ. حزام الامان ده اللي جايب لي الخنقه. اي اجمل حاجه بقى في التيك توك عجباني، هو ان انا هشغل اغاني. هعمل كل فيديوهاتي بالاغاني بقى هعوض خنقه السنين. بصوا مش عارفه، السنه يلا اقعي عشان ابان هاتمه خالص. هتلاقوا كل اللي هنا بقى اسود، اللي هو من الفراغ يعني، من الضلمه اللي في البق. انا مش عارفه انا مستنيه ايه اصلا عشان اروح اكمل سناني. مش عارفه مستنيه ايه، مستنيه يقعوا لوحدهم. مصيرهم يقعوا لوحدهم. انا عاوزه يميني برضو. اوكي. ايوه. فيا بنات هعوض صبر السنين على اليوتيوب. السنه دي والسنه دي. اخس بصوا، اخس الميكروباص ده واقف وقفه مش طبيعيه. طيب انا عاوز ادخل يمين، وكل ده جاي من البتاعه دي عاوز يدخل شمال. طب انا اعمل ايه؟ عامله لكم فلاشر ورحمه ننتي الفلاشر ده. اوكي ماشي، اوكي سمحتوا لي اعدي يعني. هيا بينا يا حبيبتي يا انتي. العربيه مش موجوده، بعتها. يا صباح الخير، ازيك يا انت؟ اهلا يا حبيبتي. رجع لكم تاني بعد شويه، يلا بينا. حبيت هنا بس يا بنات اوريكم الاوت فيت اللي انا لابساه، وكنت بصراحه مصوره الشويه دول عشان اعمل بيهم فيديو
على التيك توك. قولوا لي ايه رأيكم بقى في الحلاوة والبساطة دي. طلعت التانية احلى. ويا حبيباتي دلوقتي انا بعد ما خلصت لكم اللايف من جوه نكمل الفيديو بتاعنا. الحمد لله، شكرا. فالحمد لله انا وانتي اتبسطنا قوي جوه، الحمد لله. بس انتي تعبت شويه فانا مضطره اروحها، سلامتها الف سلامه. مضطره اروحها دلوقتي عشان تاخد الدواء وتنام. بس انا لسه عندي مشاوير عاوز اعملها. جيت ادفع فاليو بالكارد بتاع البنك امبارح، رفض تماما. واتصلت بفاليو واتصلت بالبنك، قالوا مفيش اي مشكله في الكارد بتاعك. الكارت يعني الكارت، ها عشان تفتكروه قرض، هو كارد. فهنقول الكارت ماشي. طلع مفيش اي مشاكل لا في فاليو ولا في الكارت، بس يمكن كان في بقى ضغط على السيستم، فقلت خلاص بلاها ادفع بالكارت وادفع بفوري، رغم انهم بياخدوا عموله زياده، بس اتس اوكي مش مشكله، عشان انا ما بحبش اخلي عليا اي ديون، ما بحبش احبوش. ناخد الكوبري يا انتي؟ روكسي، الكوبري يبقى روكسي. روكسي بقى تطلع من عند روكسي على ماشي، من روكسي للميريلاند صح؟ اوكي. فاكره يا انتي ماجيك بتاع الايس كريم اللي في روكسي، اللي في يعتبر في اول الكوربه، فاكره؟ طب فاكره عادل ملك السندوتشات؟ طبعا. انت عارفه انهم قرفوه قوي 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 لدرجه ان دلوقتي قفل. انا بزعل جدا لما بلاقيهوش فاتح. ليه؟ بحب اكله جدا. ما مش فاتح عشان قصاد القصر الرئاسي على طول. لا، فعاملين قفلوه. هناك سياج. لا ما قفلوهوش، بس عملوا سياج وقالوا ما حدش يستنى. طيب الناس فاتقرف بقى الراجل، فخلاص قال لك ممنوع. بيني وبينك ما هو ده امان برضه، انت عارفه ده مكان مستهدف. على فكره يا جماعه احنا نقول يعني قضاء ربنا وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين على كده طبعا. ونأسف جدا وبكل أسى بنشجب وندد بالحدث الفظيع اللي حصل في مديرية أمن الإسماعيلية امبارح أو على الفجر يعني. كلها اتحرقت عن بكرة أبيها. وطبعا كان حريق بشع، في بيقول لك حوالي 30 شخص مصابين حروق قويه جدا موجودين في المستشفيات. بس انا مش عارفه لو حد مات، فانا هقول البقاء لله، وبعزي نفسنا كلنا على ناسنا وحبايبنا واخواتنا. ف يعني ان شاء الله ربنا ما يعيدها تاني ابدا. بس الحرائق دي في ناس بتقول لغايه دلوقتي ما فيش شبهه جنائيه. تقريبا حصل ماس كهربائي، وقال لك ده عشان البنيه التحتيه لكل المباني القديمه دي مش مظبوطه. زي مثلا كمان بيقول لك السنه اللي فاتت 2022 حصل حريق مش عارف برضه كان في مستشفى ايه، وسنه 2020 حصل حريقين برضه كبار في منشآت حكوميه. فيعني الموضوع متكرر يا جماعه، الموضوع متكرر. ما هو كمان في بنك في بتاع السرطان، المستشفى بتاعت السرطان بتحدد فيها حاجات كتير. ما هو فبيقول لك الحرائق دي متكرره بسبب ان يعني البنيه التحتيه للمنشآت دي مش مظبوطه. فاي ماس كهربائي، اي حمل تقيل عليها ممكن يتسبب في حريق، والحريق بيكبر بسرعه رهيبه لان في مواد قابله للاشتعال في كل الاماكن دي. وفي غاز وفي حاجات، وابتدت حصل انفجارات لما الحريق اشتغل. انفجارات من كل الحاجات اللي فيها الغاز وفيها حاجات قابله للاشتعال، عملت انفجارات في قلب المبنى جوه. كان موضوع رهيب بصراحه يا انتي. شفتي اهو قاعد القافل اهو، شايفه؟ مسكين. بزعل قوي لاني بحبه. حتى كنت اخدت تليفونه اخر مره قلت له هكلمك اقول لك تطلع لي السندوتشات بره. يا دوب لما رحت له كانت معايا مين؟ تقريبا فاطمه صاحبتي. قلت له يا عم ايه، مش فاكره كان اسمه ايه. ما هو عادل مات بقى، صاحب المكان ده مات من زمان، فبس فضل نفس الاسم يعني. لازم. في واحد هنا برضه بيعمل شاورما حلوه قوي زي ابو حيدر كده، عامل زي ابو حيدر. مش عارفه موجود لسه ولا قفل. لا قفل، بس الشاورما بتاعته. اما ابو حيدر بقى يا انتي، يا لهوي بموت في الشاورما بتاعته.
بس اخر مره جبت مثلا طبعا الساندوتش بتاعه صغير. اخر مره جبت منه 10 ساندوتشات شاورما الكايزر صغير 300 جنيه. طبعا بقى حته بتاع الكايزر الصغير ده ب 30 جنيه وحاطط فيه لحسه، عارفه اللحسه؟ اوكي. اخت امل فتحت مصمت تبيع كرشه مستويه وكوارع. يا سلام. والفشه بيجيبوها ويقلوها. انت بتحبي الكلام ده؟ لا ولا ناكله ابدا. اكلوش انا ده. ولا انا اكل كوارع معلش. كوارع انا بحبها. ولا الكوارع ما اقدرش اكلها. لا انا بحب الكوارع والراس الخروف. اللي هو لحمه الراس. اكلتها مره. عارفه بقى في حد اخدني فين؟ عارفه بحه؟ في البلد، وسط البلد دي. بحه لا في المذبح يعتبر. بحه ما اكلتش عند بحه بقى، في واحد لازق جنبه اسمه ابو السعود احسن من بحه كمان، بس بحه اللي واخد الصيت الاكتر عشان عادل امام وكده. لكن انا اكلت عند ابو السعود بقى، اكلت لحمه راس كانت تحفه يا انتي لانها لحمه حلوه. انا لقيتها لحمه، لما لقيتها لحمه قلت لهم لا او يحوا، قالوا دي لحمه. قلت لهم طب اوكي، راحوا مدين لي اللحمه واللسان فيها بيبقى حلو. اكلت اللحم فعجبتني وكانت مسكره وحلوه والله. طبعا. بس انا بقى ممكن اكل المخ، كنت فطلبت مخ، هم طالبين بقى طبق حلويات، فشه على كرشه على كله، على الحاجات الغريبه العجيبه دي. قلت لهم لا ما باكلش الكلام ده. قالوا طب بتاكلي ايه؟ قلت لهم ممكن ممبار، ممكن مخ كده. قالوا طب دوقي لحمه الراس، جابوا لي برده مخ طبعا وممبار. بس قالوا لي دوقي لحمه الراس. كان مش عارفه زمان كده ناس حبايبي هم اللي اخدوني على ابو السعود، تعال هناكلك حته اكله. ايوه بقى هم فاكرين ان ليا في اللون يعني، ماليش خالص، ماليش. يا نهار ابيض حد ما ياكلش كده. قلت لهم هو في حد بياكل الكلام ده؟ يعني انتوا شايفين كده؟ هو في حد بياكل الكلام ده؟ كوارع جميله ما بحبهاش عشان بلاقيها ملظلظه كده، بتطز كده، بتبظ كده عامله زي سوري المخاط يعني، فبقرف منها عشان كده. لا انا ولا ابني ولا اخواتي كانوا ياكلوا الكوارع دي. ايه؟ كنا هنا بنقعد هنا. لا الميرلاند الناحيه؟ لا مش الميرلاند الثاني ده اسمه ايه؟ انا ما اعرفوش ده. لكن انا كنت باجي الميرلاند هنا. لا ده كان كذا، وابني صغير كان في هنا عرض دولفين يا انتي حلو قوي جوه فيه. لكن هي كانت معروفه ان الميرلاند دلوقتي الميرلاند جوه تجنن بيقولوا كده. وفي ناس بتعمل معارض جوه وبتعمل حاجات، كل حاجه بيبيعوا وبيشتروا كل حاجه. الدخول بس هو صعب يعني. ليه؟ تدفعي بكام يعني؟ النفر يدفع 5 جنيه ليه؟ 5 جنيه هو ده؟ هي دي فلوس؟ فلوس لما تكون جايبه رحله. لا مش فلوس يا انتي. في ايه انتي انا عارفاكي كريمه. ايه ده؟ لا معلش. 5 جنيه ايه؟ انا افتكرتك هتقولي لي 50 100. 5 جنيه 5 جنيه. ايوه مش بتقولي رحلات؟ والاجنبي بيدفع كام؟ 100 جنيه. طب كويس اهو بتتعود اهي. يا انتي عاوزه كل اللي عملوه ده كله وما ياخدوش حتى اي حاجه ثمن تكلفه التوضيب والتظبيط. ما هو جوه الفاتوره بعد عنك لما بتجيلك، مش زي اللي بره. اما تشربي حاجه كوعي جوه. وايه المشكله بقى؟ ما احنا متعودين على كده. ما احنا كنا قاعدين في اوتيل 5 ستارز. احنا من امتى بتفرق معانا الحاجات دي؟ لا اصل دي مش زي الاوتيلات التانية. لا مش زي ما احنا كنا. بس هو بقى دلوقتي حاجه سياحيه. بس هو دلوقتي بقى حاجه سياحيه على فكره. وبعدين على فكره اقعدي في اي كافيه النهارده بتصرفي كام؟ انا عارفه انك طبعا ما بتقعديش في الاماكن دي والكلام ده، لكن انا بقول لك لما بتقعدي في اي كافيه شوفي بتصرفي كام. لا شوفي تقعدي في اي مطعم. كوبايه الشاي ب 100 جنيه اخدها ب 100 جنيه جوه. صدقيني. ليه فيها ايه ان شاء الله؟ انا ستاربكس ده ميه سخنه. ستاربكس باخد منه اللاتيه الصغير ده، باخده ب 70 جنيه يا انتي، واسمه في محطه بنزين يعني، مش برضو كمان هقول لك مكان. لكن الميرلاند بقى حلو بقى حلو وكويس، ما فيهاش حاجه يا انتي. لا بصي بقول لك ايه،
المشروب يلا يلعن عندهم ابو غالي يلعن جداً. ابو العيشه. يلا ما خلاص. نعمل اللي احنا عاوزينه وناكل ونشرب. لا واحنا لو فاكرة لما عايزين، لو قلت لي عايزين نخش أنا ساعات بحس مستغلية. أنتي لا مش مستغلية. انا ساعات بحس شفتي بقى انك بتقولي انك مش مستغليه. لا مش لانه مستغلية. واحنا لما داخلين البارون قلتي لي اللي داخل مكان على مزاجه ما آه. بيفرقش معاه الاكل والشرب والمصاريف. وبعدين بتتخدمي يعني خدمة حلوة، أكل كويس. طبعا يسترخص الواحد ويروح على الشارع وياكل في الرصيف؟ لا. لا طبعا. قولي ده لي احنا فرق. كده ماشيين صح؟ ماشيين صح. يا بنات مش هعطلكوا اكتر من كده، احنا نقفل اوصل انتي ونكمل مع بعض. يلا. ويا حبايبي انا خلاص وصلت انتي. قعدنا بقى نكمل نقاش. قلت لها انت يعني انت شايفه ان كتير 5 جنيه؟ قالت لي يا بنتي 5 جنيه ده بره بس، لكن لما بتدخلي جوه بتدفعي كتير. ده اسره، هي الناس عندها النهارده اسره كبيره، هتعمل ايه في ده؟ قلت لها يعني انت همك على الناس؟ قالت لي طبعا همي على الناس. احنا معلش سوري، انت بطولك وانا بطولي، مهما صرفنا ايه يعني 200 300، انما لما يبقوا اسره هيصرفوا ازاي الكلام ده؟ قلت لها لا عندك حق، بس التيكت لازم يا انتي لازم، لان الناس دي بتعمل على طول صيانه للحاجات دي، ولازم على الاقل ياخدوا اي حاجه. قالت لي ماشي، بس جوه الدنيا غاليه جدا. قلت لها عشان ايجاراتهم جوه غاليه جدا، فهي حرام برضو مش لما بالمواضيع قوي، ففهمتها بالراحه. اي مطب فهمتها بالراحه كده، استوعبت يعني. مهما كان الناس الكبار بتوع زمان دول برضو عشان تقنعوهم بفكره مشكله يعني. صممت النهارده تعزمني وانا ابدا مفيش فايده. قلت لها طيب، ولقيتها مطلعه لي مبلغ من المال، قالت لي الفلوس دي تروح لاصحابها. حاولت وانا معاها اكلم ناس من الناس دول ما ردوش للاسف، فهبعتها لهم بقى ازاي ما اعرفش، فودافون كاش، اكلمهم على التليفون تاني، يمكن دلوقتي وانا مروحه اقدر ابعت لهم الفلوس كده. اللي هو الحاله يا بنات اللي قلت لكم عليها، الحاله اللي فيها شلل لناس محترمه وولاد ناس محترمين، فهشوف عايزه ابعت لهم وربنا المستعان يا رب ان شاء الله. كويس وسعرها كويس، هتلاقيني ببعت لحضرتك على طول. بالتوفيق ان شاء الله. انا اسفه يا بنات، انا سرحت، انا بتصل بناس، انا اسفه، راجع لكم تاني. ايه يا بنات معلش انا تنحت بينكم من شويه، ما كنتش يعني نسيت اني بصور، لاني كنت بتصل بناس يعني من اللي هو عاوز ابعت لهم الفلوس. في بقى اللي قالوا لي اخر النهار كده نبعت لك فودافون كاش على رقم فودافون كاش، وفي اللي قالوا لي هنبعت لك وفي اللي ما ردوش. فيعني قلت انا كان بالمره ان انا اوفر فودافون كاش، اعدي عليهم الفلوس كده يعني. فخلاص الامر الى الله، هضطر ادفع بقى تبع فودافون كاش، وطبعا بدفع عمولات بقى لكل حد فيهم، بدفع عموله للتحويل، وكمان بسيب لهم الفلوس بزياده عشان يقبضوها صافي. يعني لازم اسيب لهم زياده في
في فودافون كاش. هدفع برضو الحمد لله، مفيش مشكلة، مهما كان برضو الفلوس دي مهمة لناس كتير يعني. الحمد لله الحمد لله. الواحد لما بيشوف اللي الناس عايشين فيه برضه والله بتهون علينا حياته يعني. بيقول الحمد لله على اللي هو فيه، احسن من غيرنا بكتير. الحمد لله الحمد لله. اتمنى يكون اللايف اللي انا عملته لكم من شويه عجبكم، واتمنى انه يتشاف كويس، واتمنى الدعم يكون مستمر لقناتي عشان انا كمان اقدر استمر. لان معلش يعني لو الدعم مش هيستمر اوفر على نفسي. اديني قاعده في بيتي الحمد لله، كافيه خيري شري، موفره صحتي من القعده دي كلها. هوفر حتى مصاريفي من ان انا اضطر اروح هنا واروح هنا عشان اصور، ولا انا هنا اصلا يعني. في حاجات كتير هتتغير. هوفر النت، اوفر حاجات كتير قوي يعني. ما يبقاش في دعم وهصرف من جيبي، مستحيل مستحيل. مش هعمل كده. كنت زمان بعمل كده عشان القناه تجيب همها، لكن دلوقتي مش مضطر اعمل ده يعني. على فكرة مش مضطر اعمل ده خالص. بس دي فكرة انا بقولها مش لاجبار حد انه يدعمني. على فكرة الاجبار ده ما ينفعش، انا مش ماسكة لحد مسدسات. انما اللي فعلا بيحب الاستاذة وعايزها تستمر هيدعم، بس خلاص خلص الشغلانة يعني. الموضوع بسيط. وطبعا اللي هيقدر، مش الناس اللي ما تقدرش تروح تيجي على نفسها، لا خالص. بس كده. دعم مهم للبلوجر ده حقيقي. انا صريحة وانتوا عارفين ان انا صريحة. بيبقى مهم جدا البلوجر، حتى مهم معنويا، برغم انها يعني مش، لو قلنا المشاهدات والانتسابات مش جايبة كتير، ولكن على الاقل الواحد ماشي فخور يعني. انا عندي منتسبين على قناتي، انا عندي ناس بتدعمني، انا عندي مش عارف ايه يعني. حتى فشخره شويه يعني، بتفشخر يعني بصراحه عشان الكلاب اللي بيقولوا انت مش محبوبه. لا خالص، بس يمكن نصيبي ان انا ما عنديش داعمين كتير. ده هو نصيبي، لكن مش مع كده انا مش محبوبه يعني. ملوش علاقه. انا ما اعتقدش ان في حد عندي بوسعه انه يدعم وما بيدعمش. ما اعتقدش كده. اما لو بوسعه يدعم وما بيدعمش، يمكن ما بيحضرش كتير عندي يعني. هي بتبقى كده يعني. اكيد اسباب شرعيه يعني، مش اسباب انهم حبوني فجاه كرهوني. لا، الموضوع مش كده خالص. انا برضو بحط اعذار جامده يعني. مكسله قوي في المشاوير اللي لسه هعملها دي. السرعة هنا على 60 يا عبيط، على 60 يا عبط يا هبل. السرعة هنا على 60. بتفهموا ولا ما بتفهموش؟ قاعدين بتجروا على آخر ذاتكم ليه يعني؟ عشان ايه؟ هو ماراثون ده ولا ايه؟ ده ماراثون؟ يعني مش سامع حد بيقول لي لأ أو أو طيب. طب قول لي اعمل لك ايه؟ عمال تتدلع وانا اللي ولع. يا بنات يا نهار ابيض، الخطوط اللي في الارض دي جابتني الارض. يا ابني دي داخله، محدش يدخل كده ابدا، داخل تطجن كده. ندخل من هنا. انا نفسي اشرب اسمه ايه ده، عايز اروح للراجل اخليه يشحن لي فودافون كاش.
بس هو للاسف كل رقم بيشحنه لازم ياخد عليه عموله. اروح اشحن بقى وخلاص، عشان الناس دي اخلص بس من الفلوس اللي معايا دي، عشان هتفضل تاكل فيا كده لغايه ما اوديها للناس. حسب ما وعدت الست دي هتفضل تاكل فيا، فلازم اوديها على داير مليم للناس دي. فمستثقله قوي المشوار ده، ان انا اروح فودافون كاش، مش فودافون كاش نفسها يعني، المحل اللي بيشحن لي فودافون كاش، واقول له اعمل لي الرقم ده واعمل لي الرقم ده واعمل لي مش عارف ايه. لا خليه يحول لي انا كله، وانا في البيت اقعد امزمز بقى. اخليه يحول لي انا نفس الرقم عشان ما ياخدش مني عمولات كتير. احسب الفلوس كلها على بعضها كام واشوف عمولته كام. لكن لو كل رقم هياخد لي عليه عموله كتير، اخليه يحولهم لي انا، وانا لما بحول اوف ماشي، اخليه يحول لي بزياده، عشان كل حد ابعت له بالزياده، عشان وهو بيسحب محدش يسحب منه كتير، والامر الى الله. احط انا الزياده من معايا، انا نسيت خالص الموضوع ده. يعني هياخد عمولة تحويل المبلغ، وكمان المبلغ اللي اتحول احط له احط عليه زياده، عشان ابعت للناس بزياده المبلغ المحدد وبزياده، عشان لما بيجوا يسحبوا بياخدوا منهم عمولة السحب. يعني ما اي حد بيجي يسحب من فودافون كاش سواء من مكتب او من حسابه بينقصوا منه. فماشي بقى، هنقول ايه. معايا هنا شوية كوينز. لا انت راجل مش هديك، انا هدي للست اللي هناك الغلبانة دي. الست بعيدة قوي، مش هقدر اوصل لها الفلوس. وانا ماشية كده هتشوفوها، بصوا بعيدة ازاي. مش عارفة شفتوها ولا لا، مش عارفة اوصل لها الفلوس. ودي اشارة كبيرة في شارع عريض، مش هعرف اعطله يعني. نصيبها انها ما تاخدش الفلوس دي، يا سبحان الله، نصيبها ما تاخدش الفلوس دي. يمكن ربنا يعوض عليها بقى بحد احسن وفلوس اكتر، بس انا عشان افتح كيسي واطلع فلوس مشكلة. فلقيت كوينز في الكوينز كتير يعني، في المسند قلت اديها منه. حتة لوري واقف في مكان مش مكانه خالص. يا خبر كبس عليا النوم، لان انا ما نمتش كويس على فكره. بس انا والله نزلت النهارده مخصوص لانتي، لان كل مره اقول لها انا جايه لك اعدي عليكي والاقي روحي تعبانه واعتذر لها. 3 مرات اعتذر لها، قلت المره دي لا يمكن، مش هقدر اعتذر لها اكتر من كده. هي قالت لي انا كان نفسي اشوفك بقالي فتره ومش عارفه اشوفك وكده، فانا كمان تعبانه، بس نزلت عشان اشوفك وعشان اديك الفلوس اللي عاوزاكي توزعيها وكده. ماشي يا انتي ماشي، بس يا رب يجعله في ميزان حسناتها يا رب، وقعده لها بصحتها يا رب ان شاء الله. ان شاء الله الفلوس دي خارجه عن مرضها، فيعني داووا مرضاكم بالصدقات ان شاء الله، مقبوله منها، وان شاء الله ان شاء الله حتى لو مش كده فهتحط من سيئاتها برضو. ربنا يا رب يكرمها بطريقته. بس بجد القلب ما بقاش مستحمل انه يفقد حد قريب منه، خلاص انا مش مستحمله بجد الحكايه دي. مش عارفه اعمل ايه، عاوز ادخل ماكدونالدز اشرب حاجه، اشرب، حاسه ريقي ناشف وبتاع.
يا نهار ابيض على النوم. لا 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 كده كتير، النوم كده كتير. على الله ما الاقيش عنده زحمه، انا مش ناقص. عاوز بس اجيب ميلك تشيك كده يفصلني يسهللني اي حاجه. ايه زحمه؟ ده هو ميلك تشيك يا جماعه اللي هاخده. طب يا رب يخلصون بسرعه بقى عشان الزحمه دي، وامري الى الله. اديني جيت هنا وخلاص. ها زنقت روح. بصوا يا بنات، بجد بجد نايمه على روح خالص يعني، خالص. انت قالت لي بصي انت فكرتيني بذكريات زمان باوتيل البارون، فان شاء الله اقوم انا بس بالسلامه ونيجي هنا مره كل شهر. قلت لها ماشي. طبعا ما رضيتش اقول لها ان انا كنت بروح كل يوم، يعني في فتره من الفترات وانا على السوشيال ميديا او انا على اليوتيوب كنت بروح كل يوم تقريبا او يوم ويوم. فاكرين انتوا يا بنات؟ مش عارفه في حد قديم فاكر الحكايه دي ولا لا. يا انا بحب المكان ده قوي، مش عارفه ايه السبب. لا انا فصلت بجد. ده انا كده مضطر اقفل الفيديو ولا ايه؟ ولا تستنوا معايا شويه ولا نعمل ايه؟ انا بجد فصلت يعني. اتمنى بس تكونوا اتبسطتوا معايا شويه الصغيرين دول. اوكي، لا احنا كده عملنا فيديو كبير قوي يعني، كويس. هقول لكم ايه حبايبي حبيباتي، This is الأستاذة لاكونتيس. أيوة لاكونتيس. لاكونتيس. ما تنسوش لايك، سوبر شيت، انتساب، ثانكس، اللي انتوا عاوزينه. اوكي، وكومنت طبعا، كومنت مهم ضروري على الفيديو من بره مش بس من جوه واحنا شغالين بريمير. اوكي، يلا اشوفكم على خير في فيديو اخر، لايف اخر، بريمير اخر على التيك توك. واشوفكم على خير. À tout à l'heure. Bye precious. كنتكم بعض.